Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. اليوم غنحاول نشوف معكم الشخصيات الثانويه ديال لا بوطا ميرفاي ou bien les personnages secondaires. Déjà خدمت معكم les personnages principaux يعني الشخصيات الرئيسيه, mais il nous reste quelques personnages. بقى لينا واحد شويه د personnages, mais il faut tout savoir. يعني خصنا نعرفوهم كاملين. Pour quelle raison علاش؟ تقدروا تصادفوا معاهم دون ان شابيتر, تكونوا كتقراو لا بوطا ميرفاي وتصادفوا مع شي اسم ديال شي شخصيه اللي ماشي رئيسيه ولكن ما عرفتوهاش. تاني حاجه تقدروا تصادفوا مع اوسي في لو كونترول كونتينيو مع الاستاذ الفرد ديالكم, اي بيان ايفيدامون دون ليكزامان ريجيونال في الجهوي تقدروا تصادفوا مع دي بيرسوناج سكوندير. باسون مانتونون او بروميير بيرسوناج, غندوزو لاول شخصيه معنا اللي هو دريس لو تانيو. دريس لو تانيو سي لابرونتي فيديل دو معلم عبد السلام, هو داك المتعلم اللي كان معاه. الي سيرفيابل, كنقولوا واحد الانسان اللي خدوم. et il fait des courses parfois, يعني كان كيتسخا كيقضي لسيدي عبد السلام شي صخره etc. donc il est serviable. Le deuxième personnage اللي عندنا هو عبد الله ليبيسيي. ce dernier est très aimable, يعني واحد الشخصيه محبوبه. pourquoi? puisqu'il est connu par ses contes et ses récits fantastiques. يعني كان معروف انه كيحكي واحد كنقولوا حنايا بالدارجه حجايات, واحد الحكايات شعبيه من وحي الخيال. sa boutique est située à حفارين, إن جا في واحد لاغي, واحد كنقولوا حنايا زنقه كتسمى الحفارين. Le troisième personnage هو سي عبد الرحمن. ce dernier est un coiffeur traditionnel, يعني هو واحد الحلاق اللي هو شعبي, ولكن شكون اللي كان عزيز عليه يمشي عنده بزاف هو معلم عبد السلام لو بير دو ناراتور. سي عبد الرحمن exerce plusieurs métiers, كان كيمارس بزاف ديال المهن par rapport لهاد كنقولوا حنا لهاد الحلاقه, يعني كان كيمارس بزاف ديال لي ميتي. من هاد لي ميتي il fait la circoncision, donc كيدير الختان, كيختن الوليدات الصغار. et aussi bien il fait la hijama ou bien كنقولوا حنا الحجامه, دونك هي لو في ان كنتحيدوا السموم من الجسم ديالنا. دونك هو كان معروف ان كنقولوا حنايا بالدارجه سبع صنايع ورزق طايع, هو هذا اللي في سي عبد الرحمن. دونك il exerce plusieurs métiers. Le personnage suivant c'est Sidi Mohamed Ben Tahar. Ce personnage aussi c'est un coiffeur, حتى هو coiffeur. Attention, qui habite à درب النواله et qui a décédé avant l'Ashura. Donc هنايا غادي نحضروا لاول مره واحد الحدث ديال الوفاه مع سيدي محمد. هاد السيد هذا او بيان هاد سو بيرسوناج اللي هو سيدي محمد بن طاهر غادي يموت قبل من عاشوراء, اللي هو ليفينمون ماروكان, واحد الحدث غادي يموت قبل من عاشوراء. Et du coup غادي نشوفوا هنا لو ناراتور كيدير واحد لا ديسكريبسيون ديتايي دي فونيراي, الجنازه. سيدي محمد عمرو حضر الجنازه, ولكن غادي يدير واحد لا ديسكريبسيون ديتايي لهاد الجنازه ديال سيدي محمد بن طاهر. لو بيرسوناج سويفون عندنا سي اللي هو سيدي العرافي. سيدي العرافي سي ان فوايون, حتى هو شواف. شفنا في لي بيرسوناج برينسيبو لالا كنزه ou bien طونط كنزه لا شوافه. هنايا عندنا سيدي العرافي حتى هو شواف, سي ان فوايون مي il est aveugle, ما كانش كيشوف. كي habite لو كارتي صفاح il prédit l'avenir. هنا غادي نشوفوا واحد لا فيزيت اللي غادي تكون ديال لالا زبيده لا مير دو ناراتور ولالا عيشه. دونك هاد لي دو بيرسوناج غادي يمشيو لعند هاد سيدي العرافي باش يديروا واحد لا فيزيت ويشوفوا المستقبل. حنا ديجا شفنا قلنا لالا زبيده elle se croit à la superstition, كتامن بالشعوذه, اي ديكو كتمشي عند العرافين, كتمشي لي سونكتور الاضرحه ايتترا. دونك هذا هو سيدي العرافي. لو بيرسوناج سويفون هو علال لو فورنيي. علال لو فورنيي سي لو ماري دو خديجه لا سور دو رحمه. اتونسيون, دونك هنا الله يرضي عليكم ما تخلطوش ما بين خديجه اللي هي ليبوز ديال علال لو فورنيي, الزوجه ديال علال لو فورنيي, وخديجه اللي شفناها ديجا في الحلقه اللي قبل او بيان في الفيديو اللي قبل اللي كانت مزوجه بلونكل عثمان. اتونسيون, دونك علال لو فورنيي سي لو ماري دو خديجه. خديجه هي لا سور دو رحمه, يعني الاخت ديال رحمه, qui ne pouvait pas mettre au monde des enfants, mais après avoir consulté plusieurs guérisseurs, il finit par avoir un. دونك هاد السيده هادي اللي هي الزوجه ديال علال لو فورنيي ما كانش كنقولوا حنا اون غاب عقيم, ستيريل اون فرونسي, انسانه اللي عقيمه, يعني ما كانش كتنجب كتولد الاطفال ايتترا. ديكو باش انها تولد زارت جميع الاطباء بدون فائده, بقاو ليها جوست سكون ابل لي سونكسيور, بقات كتزور حتى هي الاضرحه حتى حملات فينالمون.
On a aussi واحد autre personnage اللي هي زهور. سي كي زهور؟ شكون هي زهور؟ سي اون فوازين دو لاله عيشه. اتونسيون، دونك هاد زهور هي جاره ديال لاله عيشه. قلنا لاله عيشه اصلا ما كتسكنش في الدريبه ديال سيدي محمد، ولكن كتسكن في واحد الغو كي سابيل غو حجامه. هاد زهور هذه الجاره ديال لاله عيشه. que le narrateur la trouve vraiment belle. سيدي محمد لاول مره في لابوطا ميرفاي كيوصف لنا واحد السيده انها تري بيل وكانت كتعجبو. دونك سيدي محمد كان كتعجبو فيزيكمون، يعني في وجهها ايتترا. سيدي محمد كان كيحماق عليها. فينالمون عندنا واحد لو بيرسوناج كي سابيل مباركه. سي كي مباركه هي اون اونسيان اسكلاف دو لونكل عثمان. كانت واحد لا سيرفونت اون بون، كانت خادمه قديمه عند لونكل عثمان اللي شفناه ديجا في الفيديو اللي قبل. دونك هادو هما لي بيرسوناج سكوندير اللي عندنا في لابواط ميرفاي. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني، وإلا عندكم دي بروبوزيسيون خليوها ليا في لي كومونتير. ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده من سلسله ديال لابواط ميرفاي.